ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه قوي. حاجه كده ساقعه من غير فرن. حلو كده، لذيذ وخفيف وكمان اقتصادي، وكمان مش هياخد وقت خالص ومش مكلف، من غير فرن ولا غلبة. شايفين الجمال؟ حلو قوي. طبعا المانجا كتير دلوقتي في السوق. نستغل موسم المانجا ونعمل حلو كده لذيذ بالمانجا زي ما انتم شايفين. يلا على طول نبدأ بسم الله، ونشوف المقادير والطريقة ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض ازاي. بس في الاول، لو اول مرة تشوفوني اشتركوا معايا وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. اول حاجة في كوباية هنجيب بكوين من جيلي المانجا، نحطهم كده بالشكل ده. بعد كده هنجيب كوبايتين من المية السخنة، وهندوب جيلي المانجا بالمية في المية السخنة عادي خالص، زي ما كأننا بنعمل جيلي مانجا. بس هنسيبه بقى ده على جنب كده يبرد شوية ويهدى. معايا هنا بقى منجايتين كبار كده مقطعهم مكعبات. هحطهم كده في القالب اللي انا هعمل فيه الحلو بتاعي، اي قالب عندك. بعد كده يكون الجيلي بتاعي بارد شوية، هضيفه كده على المانجا. بعد كده هدخله التلاجة لحد ما يتماسك معايا بالشكل ده. خلاص كده جاهز، ادخله التلاجة. هنجهز بقى دلوقتي الطبقة التانية. معايا برضو باكوين من جيلي مانجا، هفضيهم كده في كوباية. بعد كده هضيف عليهم كوبايتين من المية المغلية، ولازم ادوبهم كويس جدا واتأكد ان مفيش اي كلاكيع او كلكع مني الجيلاتين فيها يعني. واسيبها بقى على جنب كده تهدى شوية وتبرد. دلوقتي بقى معايا كوباية من الكريم شانتيه البودر، هضيف عليهم ربع كوباية من اللبن الساقع، وهضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي بالطريقة المعتادة جدا، يعني كأني بعمل كريم شانتي. كده خلاص جاهزة معايا. انا مش عايزاها متماسكة زيادة عن اللزوم. هضيف بقى عليها الجيلي التاني اللي احنا عملناه مع بعض بعد ما هدى خالص ويكون بارد عشان ما يسيحش الكريمة. عشان كده انا عملتها سايلة شوية عشان الجيلي هيجمدها. هضربها كويس كده بس يدوب الجيلي يمتزج معاها. بعد كده هجيب القالب بتاعي اللي انا عملت فيه الطبقة الاولى، واضيف عليه الخليط بالشكل ده. ندخلها بقى التلاجة لحد ما تتماسك كويس. بتاخد حوالي من 4 ل6 ساعات. هنا خلاص بعد ما خرجتها من التلاجة جاهزة معايا، تنزل معايا بكل سهولة. لو غلبتنا كده فوطة سخنة على القالب من بره هتنزل بكل سهولة. شايفين بقى الجمال؟ تحفة. والطبقات متماسكة عشان كل طبقة دخلتها التلاجة فتماسكت، وبعد كده امتزجوا مع بعضهم زي ما انتوا شايفين. ما فيش حاجة فصلت عن التانية. هنقطعها بقى كده نشوفها من جوه. شايفين؟ بجد عايزة اقول لكم ان شكلها كان حلو قوي وطعمها كمان هايل. المانجا كمان منعشة جدا في الصيف. والحلو ده كمان لما نخرجه كده من التلاجة وناكله بجد منعش جدا، احلى كمان من الايس كريم. شايفين شكلها حلو ازاي؟ كمان ممكن لو في اي فاكهة متاحة في السوق زي الفراولة زي الخوخ، ممكن نعملها بنفس الطريقة. شايفين حلوة ازاي؟ بجد طعمها حلو قوي. والطبق اللي تحت طعمها مميز. جربوها كده بإذن الله تعجبكم. شايفين حلوة ازاي؟ وممكن كمان لو جايين ضيوف نعملها. سهلة جدا من بالليل ونقدمها تاني يوم، يعني حاجة كده سريعة وزي ما انتوا شفتوا اقتصادية مش مكلفة خالص. شايفين حلوة ازاي؟ لونها حلو وشكلها بجد حلو جدا. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وقولوا لي محتاجين اعمل وصفات ايه الفترة الجاية، حاجات خفيفة زي دي ولا محتاجين حاجة معينة. اكتبوا لي وانا هشوف تعليقاتكم وارد عليكم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اول مرة تشوفوني اشتركوا معايا وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي، وباذن الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.